اسمحوا لي اولا حياكم الله في بيت الكويت، حياكم الله ايضا لدينا بهذه الديوانيه. انا وزملائي سعداء بان نسمع هذا الكلام الطيب عن دوله الكويت، وهذا حقيقه هذا الكلام يعد من ثوابت سياسه الكويت الخارجيه باتجاه القضيه الفلسطينيه التي تعتبر بوصله التحرك الكويتي، وايضا هذه القضايا العربيه. الكويت دائما مؤمن ايمان كامل ومطلق بوحده الصف العربي، ومؤمن ايمان كامل يعني مسار العمل العربي المشترك. القضية الفلسطينية أنا أطمنكم مواقف الكويت ثابتة، ومواقف الكويت متطابقة رسميا وشعبيا، وهذه من التوجيهات السامية لمقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأيضا من توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. ويعني دائما الحكومة الكويتية تسير على هذا المسار، وهناك أيضا تطابق كامل من مجلس الأمة الكويتي والمواقف الكويتية الشعبية، سواء كان من خلال الحملات الشعبية أو من خلال المواقف الرسمية. هو المسار الواحد الكويتي، والكويت دائما في مواقفها تعتبر عنوان للوقوف مع القضية الفلسطينية ومع شرعية القضية الفلسطينية ومشروعية حقيقة حقوق الشعب الفلسطيني. العلاقات الكويتية الفلسطينية علاقات قديمة، عندما نعود بالتاريخ إلى عام 1936 في أول وفد تربوي فلسطيني كان في الكويت، ومن ثم توالت احتضنت الكويت أشقائنا الفلسطينيين من عام 1948 و67 و75، وتوالت حقيقة وكانوا يعني أشقاء وشركاء معنا أيضا في تنمية الكويت. اليوم القضية الفلسطينية قضية يؤمن بها الشعب العربي. وعندما الآن ركزت أنه يعني الكويت والجزائر، نحن نطمنكم أيضا أن القضية الفلسطينية في قلب الأمة العربية وفي قلب جميع الدول العربية، فهذا يجب أن تكون دائما بالبال أن القضية الفلسطينية تعني الجميع وتعنينا نحن في الدول العربية. أنا عملت في سنوات سابقة في جامعة الدول العربية، ووجدت حقيقة عندما يكون هناك عمل سياسي عربي مشترك، القضية الفلسطينية هي اهتمام كل الدول العربية، والحمد لله القضية الفلسطينية يعني على مسافة واحدة من جميع الدول العربية تتعامل معها. الكويت إيمانها إيمان كامل بهذه القضية، وأطمنكم أيضا بأن هذا المسار مستمر، وفي كل خطاب رسمي سواء كان إقليمي ولا دولي القضية الفلسطينية هي أول قضية أو أول يتم الحديث عنها. وهناك تأكيد في كل خطابات الدولة في موضوع الوصاية الهاشمية، ويعني احنا مواقف الكويت والأردن متطابقة، ودائما أقول الكويت في الخندق الأردني والأردن في الخندق الكويتي، والكويت والأردن دائما يعني خطاب موحد، تنسيق مستمر بين أصحاب معالي الوزراء، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية. لما نتحدث أيضا عن المواقف المؤخرة يمكن لما صدرت ما حدث في الأراضي الفلسطينية، ويدعون أيضا أن ندعو يعني الرحمة لشهداء فلسطين والشهداء ما قدموه مؤخرا أيضا، وكل الشهداء فلسطين من أجل أراضيهم ومن أجل أيضا تحديد بلادهم. اليوم حقيقة الموقف الكويتي يمكن عبر عنه معالي وزير الخارجية، وكان موقف واضح، وهذه التوجيهات الكويتية في دعم مشروعية الشعب الفلسطيني. أنا يمكن مو أول مرة ألتقي مع لجنة فلسطين في مجلس النواب، أنا التقيت معهم أكثر من مرة عندما كان رحمة الله عليه يحيى بن سعود ترأس اللجنة، وأيضا زاروني في هذه الديوانية لأكثر من مرة. دائما يعني نسمع منهم هذه الشهادات، وهذه الشهادات ليست فقط نسمعها أيضا من لجنة الشؤون الخارجية، نحن نسمعها من الشارع العربي. الكويت اليوم تعتبر عنوان للقضية الفلسطينية، تعتبر الحاضنة السياسية للقضية الفلسطينية حكوميا وشعبيا، ولهذا نحن سعداء أن تتكرر مثل هذه المقابلات والزيارات، ونؤكد لكم بأن موقف الكويت ثابت، وموقف الكويت صلب شعبيا وحكوميا. فنطمنكم ونؤكد لكم بأن الموقف الكويتي والموقف الأردني هذا هو الموقف في كل المحافل الأغلبية والدولية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد فعلا الأمن والاستقرار على دولنا العربية، وأن يعني يعيد هذه اللحمة العربية، هذه التواصل بين الدول العربية، لأنه اليوم في جمعنا وفي توحدنا هو لمواجهة هذه العنجهية الإسرائيلية، وهذه حقيقة التصرفات العبثية اللي قاعد تجري في الأراضي الفلسطينية. نحن نعلم أن هناك تحرك عربي الآن لمواجهة هذه العنجهية ولإيقاف هذه الفوضى التي يعملها القوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وشكرا لكم مرة أخرى. ليست غريبة هذه المواقف والله.
هذا مشهور في الكويت وقيادة الكويت وشعب الكويت العظيم الداعم لإخواننا الفلسطينيين منذ زي ما تفضل سعادة السفير من 30 و34 وبعدين توالت. يعني أنا مواليد القدس، يعني كنت أعرف أكثر أقاربي وين أنتم طالعين على الكويت، على الكويت، يعني كانت حاضنة للشعب الفلسطيني حقيقة. سعادة السفير احنا كمان بصدد اطلاق مبادرة لدعم واسناد الوصاية الهاشمية لبعدها السياسي، لانه هذا ما يخيف الكيان الصهيوني، البعد السياسي، لانه اذا بده يعتبرها عبارة عن فرش سجاد واعمار ما عندوش مشكلة فيها، بس بعد السياسي يعني يبقي الوصاية الهاشمية ويبقي القدس عربية إسلامية. فهذا اللي احنا متخوفين منه. فيجب علينا جميعا كعرب انه نواجه هذه الحكومة ولا نتكيف معها، لانه اذا بلشنا نتكيف معها مشكلة، لانه هدفها تهويد المدينة المقدسة وإفراغ الفلسطينيين وسكانها التاريخيين حتى المسيحيين مش مارسين من هذا الوضع. فبدنا موقف عربي موحد من كل الدول العربية والإسلامية اتجاه هذه الحكومة. وسعادة السفير احنا بهمنا تكون انتم كسفارة شركاء استراتيجيين معنا، ورح نعمل المبادرة وندعو لمؤتمر، وبهمنا تكون يعني كلمة الكويت من أول الكلمات في هذه المبادرة. يا سيدي، أولا موضوع الوصاية الهاشمية هذا موضوع يعني موجود حتى في وثائق جامعة الدول العربية وفي كل يعني، وبالتالي هذا تأكيد للدول العربية على وضع الوصاية الهاشمية. عندما يكون هناك صمود للشعب الفلسطيني، وأنا في زيارتي أكثر من مرة للأراضي الفلسطينية والقدس، هذا الشعب الصامت وهذا الشعب فعلا شعب الجبابرة، شعب الجبارين، أن يكون هناك بهذه القوة هذا يؤكد على أحقية حقوق المشروعة، وبنفس الوقت أيضا هذا الدور الكبير التي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية تجاه القدس وتجاه أيضا حقوق المشروعة في القدس. وبالتالي يعني أنا أتصور أن هذه مطروحة في كثير من الوثائق الرسمية ومؤكد عليها، وفي كل البيانات العربية دائما يؤكدوا عليها. وأنتم اليوم أيضا كمجلس النواب أنتم تمثلون يعني القوة الناعمة، تمثلون الذراع الدبلوماسية الشرعية الشعبية، وبالتالي عندما يكون فعلا هناك خطاب، وأنا شفت يمكن في أكثر من مناسبة للاتحاد البرلماني العرب دائما يؤكدوا على الوصايا الهاشمية ودائما يؤكدوا على القضية الفلسطينية. والتأكيد يمكن أنا أمس في اجتماع كان يمكن في الجزائر، كان مجموعة برلمانية وكان أيضا التعاون الإسلامي، كان مجلس التعاون الإسلامي، فكان حقيقة أيضا رئيس وفد الكويت كان متحدث حديثه يمكن تركز أغلب حديثه تركز على موضوع القضية الفلسطينية، وأشاد في موضوع المواقف العربية وأكد على يعني حقوق وشرعية القضية الفلسطينية. فدائما الخطاب الشعبي اللي يمثلونه أيضا البرلمانات العربية هو خطاب يعني ينسجم ويتفق مع المواقف الرسمية. فبالعكس يعني احنا أي تحرك من أجل فلسطين الكويت دائما يعني الساعية لدعم كل الجهود، سواء كانت من الجانب الرسمي ولا الجانب الشعبي. ومجلس الأمة الكويتي دائما يعني أنا أتصور أنه يتقدم خطوات للأمام من أجل القضية الفلسطينية. والله إنهم شاهمين وسمعنا خطاباتهم. ترى أنت حكيت كلام طيب إنه هذول ال7 مليون فلسطيني اللي قابلوا بأرضهم هم اللي خالقين مشكلة لليهود. يعني وعد بالفور نجح نص نجاح ونص فشل. النص النجاح انه قوى الاستكبار العالمي قدروا يعملوا دولة إسرائيلية بفلسطين، لكن النص الفشل انه لا يزال نص الفشل للمشروع الصهيوني، انه لا يزال 7 مليون فلسطيني محافظين على أراضيهم وماسكين على جمر عروبتهم وإسلامهم داخل حدود فلسطين التاريخية. وحقيقة هم اللي معطينا النفس نتكلم، لولا وجودهم كان ما في قضية. فهذول هم الناس اللي يعني خلينا يعني نوجه لهم شكر، أبصر يسمعوه ولا ما يسمعوه، لكن أنا أقول إنه الله يحييهم وهم اللي مخلين القضية الفلسطينية حية. الكل يبحث عن حل لهؤلاء الموجودين على أرض فلسطين. هذه الناس اللي لملموهم من كل أصقاع الأرض
يا اما يقسموا للفلسطينيين ودوله، يا اما يضموهم لدولتهم، وعلى الجهتين اذا قسموا واذا ضموهم هو فشل المشروع الصهيوني. فانا اوجه له تحيه سواء وصلت ولا ما وصلت. حقيقه اني اقول انه الشعب العربي الفلسطيني اللي صامت على ارضه هو اللي مخلينا نحكي الان في هذه المواضيع، لانه لولا وجودهم ما في قضيه فلسطينيه. مش بس صمود ابو عبد الله، المقاومه الحقيقيه، المقاومه العشوائيه اللي بدون مرجعيه، هذه اللي سيدي مخوف. هو لولا وجوده هناك يقدر يسوي مقاومه سواء سلبيه ولا حقيقيه. وجوده هو الاساس، يعني هو لو ما كان موجود. يا سيدي ابو عبد الله، اولا القضيه الفلسطينيه حيه، ما دام هذه القلوب العربيه حيه نؤمن انهم كانوا القضيه. وايضا اسمحوا لنا ايضا ان نحيي مواقف المملكه الاردنيه الهاشميه، هذه المسائل الدبلوماسيه النشطه التي يقوم بها جلاله الملك المعظم ويقوم بها ايضا معالي وزير الخارجيه، هذا التحرك الدبلوماسي النشط ودائما عنوان القضيه الفلسطينيه اهتمام. الان اليوم جلاله الملك موجود في واشنطن، وزياره من اجل فلسطين وزياره من اجل القضيه الفلسطينيه، هذا التحرك ايضا نحييه. كما ايضا عندما نتحدث عن الكويت ومواقف الكويت، ايضا هذه المواقف المتطابقه، نحن والاردن بهذه المواقف بهذا الخندق المشترك من اجل القضيه الفلسطينيه. يعني انا اؤكد مره اخرى، لانه ايضا دوركم انتم ك يعني مجلس برلمان، كلجنه فلسطين من اجل هذه القضيه الفلسطينيه اكثر، يعني يكفي فعلا يكفي ان تكون رساله بان هذه القضيه ما زالت هي قضيتنا والقضيه وسوف تبقى وستبقى لدينا جميعا. سعادة السفير، احنا يجب يعني حتى الجيل تنشئته انه على مبدا انه في عقيده انه الارض، احتلال الارض هو كر وفر، هو عاده الحروب، اما العقول اغتصابها فاضل. يجب تنشئه الجيل الجديد على انه فلسطين ارض عربيه محتله، ان القدس عاصمه فلسطين وهي عربيه. أنا إذا سمحت لي، نحن في الكويت لدينا معاناة من الاحتلال، ونعلم ألم صحيح وجرح الاحتلال. الله يكون. ولهذا نستشعر أيضا بهذا الاحتلال الطويل في الأراضي الفلسطينية، ودائما الكويت يعني ترفض مثل هذه التجاوزات وهذه الاعتداءات، ولذلك تجدنا دائما يعني نمنع أصلا موضوع هذا التعدي وهذا الاحتلال. الكويت لديها معاناة قد تكون معاناة قصيرة ولكنها عميقة في نفوسنا جميعا، كما يستشعر بها أيضا الشقان اليوم الفلسطيني. ولكن في زيارتي يمكن للأراضي الفلسطينية وجدت هذا الشعب صامت جدا وشعب شجاع، ولهذا إن شاء الله سيسمع أيضا الصوت العربي الذي دائما حي من أجل القضية. إحساس بالألم.